هو موت العلاقات بالبطيء. اشكرك، انت جبت التعريف الصحيح. شكرا يا عمرو. صح. انه نكون عارفين بعض بس مش عايزين نتكلم، ان نكون عارفين بعض بس عايشين. انا بقول لك الكلمه الشهيره، احنا عايشين عشان خاطر العيال. صحيح. مفيش مشكله قائمه وقت ما بيقول كده، لكن شكرا. خلاص. شكرا. اصحاب لو اتقابلنا هنبقى قاعدين مع بعض، لكن احنا ما بقيناش نحب ده. وللاسف دي الآفة اللي بتحصل للعلاقات كلها، هي انها ما بتمشيش بنفس الحلاوه اللي بدأت بيها. احنا دايما حتى في الجواز يقول لك اول سنه جواز، طب ما انت ممكن الحياه تمشي زي ما هي كده. بصي انا علشان اوصل للنقطه دي هقول لك حاجه من ورا شويه. يلا. احنا كلنا في البشر بيسعى الى الراحه. كل البني ادمين في الدنيا تسعى الى الراحه، وبيدوروا على الراحه دي في اي حاجه، وخصوصا راحه البال اللي بيسعى ليها البشر كلهم. فلما الناس بتسعى، اللي يسعى للفلوس على اساس، على اعتبار ان معتقد ان هتجيله راحه البال لما يوصل لها، وفي الاخر ما يشوفهاش. احنا في ناس بنشوفها اغنياء جدا وما عندهمش راحه بال. مظبوط. طب هل موجوده في الصحه؟ لا، في ناس اصحاء ما عندهمش راحه بال. طب هل موجوده في النعم كلها وعيال ورزق وفلوس وكل حاجه؟ لا، احنا بنشوف ناس عندهم كل ده وباله مش مرتاح. طيب منين تيجي راحه البال، او فين راحه البال؟ وكمان بنلاقي ناس ما عندهمش كل الحاجات دي وعندهم راحه بال. تلاقي واحد ما عندوش صحه وما عندوش عيال وما عندوش فلوس وفي الشارع، قاعد في الشارع بس عنده راحه بال بس. فمنين تيجي راحه البال؟ راحه البال في سلامه الافكار. راحه البال في توجهات فكرك. فكرك رايح فين، هنا هتلاقي راحه البال. وعشان كده انا بشوف ان مشكله كبيره جدا هو ان احنا ما بنوجهش افكارنا. احنا بنسيب افكارنا تسرح بينا. احنا بنسيب افكارنا ونتخيل ان ده امر بديهي. لا، انت ليك سيطرة على افكارك. ربنا فرقك ما بينك وما بين كل المخلوقات اللي في الدنيا علشان اداك عقل تستطيع انك تسيطر على الفكرة اللي داخلالك دي. فليه بقى بنقول ان العلاقات ما بتستمرش بنفس الزهوة اللي كانت فيها؟ انه في البداية احنا مش شايفين اي حاجة وحشة للطرف التاني وشايفين كل الحلو. لما تحصل مواقف وتحصل مواقف يخذلك فيها شوية، يحصل فيها زعل شوية، يحصل. هقول لك كمثال بسيط، عندك ازازة نقية لسه جديدة، وكل ما الطرف التاني بيعمل فيك حاجة وحشة بتقوم صابب فيها شوية حبر. الحبر دول هم الأزمة اللي عملها او الحاجة اللي انت خذلك فيها. فجه يصالحك او اتصالحته او الموضوع عدى او انت قمت قالب الازازه، رامي شويه